ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة. النهارده بقى جايبالكوا كده فيديو الكحك بتاع العيد. كحك بصوا كده من حلاوته مش هتبطلوا تعملوه. بصوا جميل جدا 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 واحلى من بتاع المحلات، بيفري ما شاء الله، واخد لون جميل جدا. الكحك ده يا جماعة عاملينه بالسمنة السخنة عشان يقعد معاكي شهر واتنين وتلاتة لو حابة كمان. يعني احنا هنقولك على كل التركات والاسرار. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، وما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة لو الفيديو عجبك. يلا بينا بقى على المقادير. معانا كده 6 كيلو دقيق. هتقولي لي 6 كيلو، هقولك كل واحد بقى يعمل المقدار. انا هكتب لك مقادير الكيلو ومقادير ال6 كيلو، وانت بقى يا حلوة اعملي اللي انت عايزاه كله. تاني حاجة كده معانا ريحة الكحك. ريحة الكحك دي حاجة أساسية، بتجيبيها كده من عند العطار، تقول له هات لي ريحة الكحك، بيجيب لك كده ايه حسب الكمية اللي انتي بتعمليها يعني. انا هحط كده 5 معالق، اللي هو يعني الكيس هيتحط كده على على ال6 كيلو حسب ما يطلعوا. هو الكيلو له معلقة، تمام. الكيلو دقيق له معلقة، بس انا عشان عاملة 6 عادي ممكن احط 6 احط 5، مش هتفرق كتير يعني. تمام. هنا برضو معانا بيكنج باودر. تمام. هنحط منه برضو، هو الكيلو برضو له حوالي معلقة. تمام. فهنحط كده 6 معالق من البيكنج باودر. ده كده اول خطوتين معانا. هقولك هكتب لك بقى المقادير كلها في صندوق الوصف. معانا هنا برضو فانيليا. تمام. هنحط منها كده حوالي، هذا كده معلقة 2 يعني. هنقول الكيلو هيبقى عليه نص معلقة كده او ربع معلقة. تمام. هنا بقى ريحة الموز دي بقى اساسي 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 في الكحك. ريحة الموز لازم تبقى معاكي في الكحك. هنحط كده لكل كيلو ازازة، يعني هنحط 6 ازايز. تمام. ومن ضمنهم ازازة ريحة البرتقال برضو هنحطها. وما تنسيش برضو تسيبي نص ازازة من ريحة الموز عشان تحطيها كده على الملبن، علشان يديكي ريحة كده حكاية. تمام يا بنات. هننزل كده بقى بكل الحاجات اللي احنا هنحطها اهو. وهنزل بازازة ريحة البرتقال، كنت واخداها كده من بتاع المقادير بتاعة البسكوت، قلت اخد منهم ازازة يعني. ومع ريحة الموز. تمام. بصراحة بيديكوا ريحة حلوة قوي. الروايح دي اساسية يا بنات في الكحك والبسكوت. تمام. دي بقى كده معلقة نص ربع معلقة ملح، يعني لو عملتي كيلو تحطي كده ذرة كده ما بين ايدك ملح ناعم، اوعك تحطي ملح خشن. تمام. عندنا بقى ايه هنا بقى يا بنات؟ هنقلب بقى كل المقادير دي كلها كده في بعض. تمام. قلب قلب قلب. وبقى نجهز بقى الباقي الحاجات بتاعتنا. طبعا اساس الكحك ايه؟ انك تبسسيه كويس، يعني تقعدي كده وتبسي فيه تبسي فيه تبسي فيه. ممكن ياخد منك نص ساعة ربع ساعة حسب الكمية اللي انت عاملاها. كل ما تبسيه اكتر كل ما يبقى حلو اكتر. معانا بقى السكر دوت حوالي 4 كوبايات ونص من السكر. الكيلو له كوباية الا ربع من السكر. الكحك مش بياخد سكر كتير، عشان خاطر يعني ايه، عشان خاطر الملبن اللي بيبقى فيه بيبقى مسكر اصلا. ودول بقى 300 جرام كده من الزبدة. 300 جرام من الزبدة. طبعا هما المفروض ال6 كيلو ياخدوا اكتر، يعني ممكن يخش لهم مثلا في حوالي كده نص كيلو، او مثلا 700 جرام من الزبدة. بس احنا عشان التوفير امشوا بس على الطريقة دي وملكوش دعوة. هكتب لكم المقادير. الكيلو الكحك له 200 جرام من الزبدة. طبعا انتوا يمكن اول مرة تعرفوا ان الكحك بيستخدم في زبدة. بصوا التركية دي هتخلي الكحكية معاكي. بصي الكل اللي يدوقها يعني، بصي يسألك على طريقتها من حلاوتها. بجد طريقة تحفة تحفة تحفة. يعني هما مثلا هتجيبي مثلا انت كده كده مثلا بتجيبي الزبدة عشان البوتفور، فهناخد منهم 300 جرام كده، يعني ال6 كيلو يا جماعة يعني مهمش حاجة الصراحة. المهم ضربتهم كده مع السكر، ولو حسيتي ان الزبده قليله زودي بسمنه عادي، بسمنه سخنه من اللي انت مسخناه للكحك عادي، عشان يتضرب معاكي كويس يعني. لان طبعا ال 300 جرام قليلين جدا على السكر، فانا كنت بزود كده معلقه بمعلقه سمنه لحد ما ظبط القوام وبقى كده عادي، مش هيجرى حاجه يعني. تمام. هنبدأ بقى كده ان احنا نضرب كده المكونات دي. شايفين ضربناها حلو جدا، خليناها قوامها كريمي. تمام. هنبدأ بقى كده ايه، اقول لكم بقى السمنة 3 كيلو سمنة مغليين يا جماعة، 3 كيلو. تمام.
شايفين اهو. هنعمل بقى 3 كيلو سمنة في الحلة كده، نغليهم كويس لحد ما يوصلوا لمرحلة الغليان، ونبدأ ان احنا نضيفهم بقى على الدقيق. طبعا هتقولي لي اشمعنى مرحلة الغليان؟ هقولك عشان خاطر يعني لو الكحك هيقعد معاكي، طبعا انا عاملاه في رمضان فهيقعد معايا للعيد ويمكن يقعد بعد كده، فلا عشان لما يقعد ما يجرالوش حاجه، يفضل ايه كويس، ما يعفنش منك يعني او يبوظ من الاخر. المهم كده نزلنا بقى بالزبده والسكر على الدقيق على المقادير اللي احنا حطيناها. تمام. هننزل عليهم برضو بالسمنه السخنه، 3 كيلو من السمنه. يبقى احنا كده حطينا المواد السائله قد ايه؟ 3 كيلو و300 جرام زبدة على سمنة. تمام. السمنة هنخليهم 3 كيلو، والزبدة 300 جرام بس. هننزل بهم. شايفين البيت بتفور ازاي؟ لازم تبقى كده يا بنات عشان خاطر يقعد معاكم الفترة زي ما انتوا عايزين. هنقلب الاول كده بمعلقة. تمام. هكتب لكم مقادير الكيلو، ما تنسوش هكتب لكم المقادير على قد الكيلو. لو هتعملوا الكيلو بياخد قد ايه سمنه وزبده، بياخد 350 جرام من السمنه و200 جرام من الزبده. لو عايزه تقللي من الزبده شويه، مثلا تخلوهم مثلا 100 جرام وتخلي السمنه 450 عادي، مش مشكله. اهم حاجه ان يبقى فيه سمنه وزبده، مش مهم الكميه ايه، المهم ان انتي يعني ايه تخلي فيه من دي ومن دي. تمام. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وبامشوا عليها. هنا بقى كده هنقلب بالمعلقه عشان خاطر السمنه سخنه جدا. ماشي. بعد كده بقى عندما نحس ان هي بردت شويه، هنبدا بقى ان احنا كده ايه نمسكها بايدينا كده ونقعد نفرك بقى في الدقيق، علشان الدقيق كله يشرب السمنه. لازم كل الدقيق يشرب السمنه، ميبقاش فيه دقيقه باينه كده. تمام. طبعا بقى ايه هناخده كده على الارض ونفضل بقى نبس فيه. انا هوريكم كده بتبس ازاي كده على السريع. وانزل بقى انا على الارض كده، هفضل اعمل فيه بقى انا ووالدتي كده، لان طبعا الكميه كبيره علينا، فلازم بقى ايه نقعد كده ونعمله حلو. شايفين البس ازاي؟ هتمسكيه كده وتقعدي بقى تفركي كده في الدقيق كله كله كله، ما تسيبيش حاجه الا لما تعمليها. تمام. هقعد بقى اعمله كده وارجع لكم تاني. في حاجة ما ننساهاش قبل بقى قبل ما نقعد نعمل البس، يعني اسيب امي بقى تعمل كده وانا بقى اجهز الخميره. على ما نبس البتاع يكون الخميره بتاعتنا جاهزه. طبعا معانا كده خميره فوريه. هحط كده حوالي 4 اكياس على 6 كيلو، يعني هنقول بصوا هو الكيلو بياخد معلقه كبيره من الخميره. تمام. الكيلو الواحد بياخد معلقه كبيره من الخميره. انا حطيت بس 4 اكياس كده، قلت عشان خاطر ايه ما يبقاش يعني يعمل معانا بسرعة، يعني ايه يخمر معانا بسرعة. حطيت عليهم كده حوالي 3 معالق او 4 معالق من السكر. تمام. برضو هتحطي معلقة واحدة على الكيلو. وهنا كده حوالي كده شوية لبن تكونوا دافين زي دمع العين، ميبقوش سخن عشان ما يفسدوش الخميرة. تمام. هنبدأ كده ان احنا نقلبهم ونغطيها بقى ونسيبها على ما نبس العجين يكون بقى هي خمرت وارتفعت معانا. بس كده يا بنات، تعالوا بقى نروح بقى نخلص ونشوف هنعمل ايه بعد كده. اهم حاجه ما تنسيش ان انت تغطيها كويس كده عشان خاطر تعمل معانا. هنا خلاص بعد ما بسيت العجين، شايفين بقى عامل ازاي؟ ما عادش باين منه ضيق خالص. تمام. بسيته كويس جدا. هبدا بقى انزل عليه كده بالخميره خلاص، ونبدا بقى ننزل باللبن بقى تدريجيا. طبعا انا ما اقدرش احدد لك كميه اللبن اللي هتحطيها، لان ايه، لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. يعني في دقيق بيحب السوائل وفي دقيق ما بيحبش السوائل. فانت بقى هتحطي لحد ما تلاحظي العجينه. بصي انت بتحطي اللبن وتعجني كده لحد ما تعجني وتحسي ان هو اتعجن منك، بتوصلي بقى للقوام، تمسكي كده حته في ايدك وتكوريها وتضغطي عليها. ان شققت منك يبقى هو عايز سوائل كمان، ان ما شققتش منك يبقى هو كده تمام اكتفى معاكي وبقى حلو جدا. خلاص يا بنات، هنعجنه بقى وارجع له كده. انا هنا بقى خلاص كنت عجنت اهو. بصوا عملت كرة في ايديا وضغطت عليها ما شققتش مني، معنى كده ان العجينه بتاعتي مظبوطه. ده بقى الملبن ده حوالي كده كانوا 2 كيلو الا ربع ملبن. الكيلو عامل 8 بنات. حطيت عليه حوالي 4 معالق من السمنه، وحطيت عليه حوالي بصوا ازازه، نص ازازه بالظبط ريحه الموز اللي انا قلت لكم عليها. بتخلي ريحه الكحك، ريحه الملبن معانا وريحه الكحك تحفه قوي. دي اساسي يا بنات. وتحط عليه شويه سمسم.
انت حابه تحطي سمسم حطي، مش حابه خلاص. بتحشي بقى بتحشي بقى البتاع بتاعك كده العجينه، وبتبداي ان انت بقى تنقشيها بقى بمنقاش بتاع زمان ده. بصوا يعني ده بالنسبه لي احسن كحك. ما بحبش انا عندي والله اللي هي البتاع اللي بتعمل الاشكال دي، بس مش بحبها، بحس ان الكحكه بتاعتها صغيره وعاليه كده ومش شكلها ظريف. فانا بالنسبه لي كده احسن. عملتها السنة اللي فاتت وما عجبتنيش، حتى بتحس ان هي من جوه معجنة، لان بتبقى عالية قوي مش بتبقى حلوة. انما مفيش احسن من النقش بتاعت زمان دي. شايفين؟ عملنا ما شاء الله الكمية. طبعا هو بياخد وقت لان كانت طبعا كمية علينا، فما شاء الله عملناهم وما شاء الله ما خدوش حاجة. تمام. الحمد لله يعني خلصتهم. وهنبدأ بقى ان احنا نسويهم. طبعا انت عم بتخلصي بيكون اول صينية خمرت معاكي، بتبدأي بقى ان انت تولعي الفرن. بتولعي من تحت الاول، بتسخني الفرن وبعدين بتحطي الصينية في النص لحد ما ياخد لون من تحت كده خفيف، تبدأي ان انت تولعي من فوق كمان. المهم يا بنات هنبدأ بقى برضو نديله لون من فوق. تمام زي ما انتم شايفين كده. شايفين ده لون مناسب جدا. طبعا انت بقى بتدي اللون حسب ما انت عايزه لون ذهبي، عايزه والله الاضاءه اللي ظلماه هو لونه حلو، بس الاضاءه اللي وحشه جدا. بصوا انت بقى تدي اللون اللي انت حباه. تمام. انا بقى ايه شايفين انا حاطه صينيه تحت، على ما اللي فوق تحمر تاخد الوش هبدا اطلع اللي تحت دي فوق، واطفي من فوق لحد ما تاخد لون من تحت، ابدا اولع عليها من فوق. تمام وهكذا نمشي كده. تمام. هبدا بقى ان انا اطلعها. شايفين الكحكايه ما شاء الله لا فرشت ولا جرالها اي حاجه بصراحه، ونقشتها زي ما هي مفيش فيها اي حاجه. تحفه يا بنات. شايفين ما شاء الله لونه حلو قوي. هنا بقى كانت الاضاءه ظبطت اهي. لونه جميل ما شاء الله. تحط عليه بقى سكر. السكر ده ما يتحطش عليه الا ساعه الاكل يعني، مش تحطي كده وتسيبيه عليه، لا ما ينفعش. يعني لما تيجي ترصيه في العيد ترش سكر عليه، مش حابه ترش سكر تمام، بس ما ترشيش وتعينيه. تمام. المهم بقى ايه، ده كان كده بقى ايه الشكل الكحك بتاعنا، ودي الطريقه بتاعتنا النهارده. هوريكم بقى الوقت هو بيفرز ازاي. هكسر لكم واحده. طبعا انتوا اكيد شفتها في اول الفيديو. هنا بقى كنت حطيت سكر اهو. طبعا اللي حطيت عليه سكر ده كله بقى هيتاكل. تمام. ما شاء الله شايفين الكحكايه مش مستحمله اصلا انك تتكي عليها. ما شاء الله بيفري وزي العسل. كانوا شويه كحك الصراحه حلوين والله ما شاء الله. واخد لون تحفه. شايفين لونه جميل جدا. اتمنى ان الطريقه تعجبكم، اتمنى ان انتم تمشوا على المقادير وتمشوا على الطريقه وتمشوا على كل التركات اللي قلناها، والله هتطلعوا احلى شويه كحك. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.